السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. هنشوف مجموعة من الصور النادرة للمصايف في مصر زمان. مزيكا هادية الكون فيها انغمر، وصيف وليل وعقد فل وسمر. يا هل ترى الناس كلهم مبسوطين، ويا هل ترى شايفين جمال القمر وعجبي. هكذا وصف الراحل صلاح جاهين مصايف مصر زمان. كلمات جميلة ومعبرة ألفها صلاح جاهين، ووصف فيها جو المصايف زمان. الناس بيروحوا المصيف لما بيجي فصل الصيف والأجازات. الشواطئ بتكون مليانة ناس بيرفهوا عن نفسهم مع أولادهم، وبيستمتعوا بهدوء البحر، ويتمشوا على الكورنيش وياكلوا الآيس كريم وغيره. حاجات كتير في المصيف بتتعمل. جمال المصايف زمان. بدأت العادة دي بمصر زمان في فترة الأربعينات والخمسينات والستينات. عائلات كتيرة كانوا بيسافروا للمصايف عشان يقضوا أجازة الصيف بعيد عن حرارة القاهرة. ومن أكتر الأماكن شهرة كانوا بيصيفوا فيها الإسكندرية وبورسعيد وراس البر وغيرها. الصور دي هتشوفوا جو العائلات وإزاي كانوا متجمعين مع بعض على الشواطئ في مصر أيام زمان. كانت أيام جميلة جدا، وإزاي كانوا بيقضوا يومهم باللعب الكرة والتنس، وفي نفس الوقت كانوا محافظين على نظافة الشواطئ، عكس طبعا اللي بيحصل في المصايف الأيام دي. أتمنى إن الصور تعجبكم.